من الملعب البلدي لمدينة سليمان بتونس، حيث سنتابع ذهاب الدور الثالث وما قبل الأخير من تصفية المنطقة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024. المنتخب التونسي يستقبل المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي للسيدات الذي تأهل إلى هذا الدور بعد تخطي لمنتخب ناميبيا. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تلعبات الكرة، فرصة غزلان الشباك غزلان الشباك مريم حويج وصابرين اللوزيس. مريم حويج الغائبة عن المباراة كانت سجلت هدف، فيما لقاء الإياب انتهى بهدف لمثل بين المنتخب. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء. إمكانية الوصول للكرة، الحكم علنت على خطأ. الحكمة الكاميرونية ألين ماري علنت على الخطأ. كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. غزلان الشباك ممتازة، مراوغة أولى والثانية. الحكمة علنت على خطأ. الحكمة علنت على خطأ، وحتى غزلان الشباك يعني كتسأل علاش يعني نتابعوا من جديد. لاحظوا هنا كان تدخل. فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نجاة بدري، مشات الكرة في الجهة اليسرى. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، بعيدة شيء ما، بعيدة على فاطمة تاكناوت. انطلاقة من الجهة اليسرى، ولكن الكرة كانت بعيدة شيء ما، كتخرج خارج أرضية الملعب. وضرب الألعاب الأولمبية، حضور الالعاب الاولمبيه اكيد كيبقى حلم ديال كل لاعب وكل لاعبه. ومشات الكره في الجهه اليمنى دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. استرجاع الكره، ما كاينش هناك خطا. هذه فرصه، امكانيه العرضيه، محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء. تسديده وتدخل شيماء العباسي، ابعاد الكره خارج ارضيه الملعب والزاويه. فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره نتابع من جديد. ابتسام جديد كتلعب الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. تدخل الدفاع التونسي. رانيا عوينه كتلعب الكره، حذري حذري من الفرصه خطيره. تدخل الدفاع، لابد من ابعاد الكره. هناك خطا بالفعل، خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان تدخل امام زينب الرضواني، ولكن حذري من هذه الكرات، خصوصا يعني الكرات الثابته. الكره اللي وصلت داخل منطقه جزاء لحسن الحظ في النمو. تابعنا النهائيات كاس افريقيا الاخيره، يعني حتى الاتحاد الافريقي في محاوله استثمار المزيد من الموارد في الدعم وتطوير كره القدم. بالنسبه لهذه فرصه، هناك خطا بالفعل، خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل امام زينب الرضواني. لو وضعت الرجل ب يعني مستطيل العمليات اعتقد صافره. نجاة بدري، تدخل الحارسه. اعتقد بانه لعبات الكره حتى تلمسها احد اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي وتغي تستعيد لتنفيذ هذا الخطا. لعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. دي فرصه راسيه، الهدف، هدف اول، ولكن هناك صافره للحكمه ماغي الين اللي عنت على الخطا في الوقت اللي اكيد غنتابعوا الاعاده ديال هذه المحاوله. سنتابع ارتقاء ديال عزيزه، واخد ورد يعني على المستوى الوسط. مشات كره لفائده المنتخب الوطني المغربي. غزلان الشباك، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي على مستوى الجهه اليمنى. امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء. تمريره وفرصه كترجع الكره لغزلان الشباك، ممتازه في الجهه اليمنى. انتبهوا هذه المحاوله وهذه الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. ترفع الكره، فرصه غزلان الشباك، وسطات الكره ولكن وسطات سهله للحارسه منال بن محمد. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتابع هذه المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى. امكانيه العرضيه، محاوله. هناك فاطمه تاكناوت، هناك كذلك غزلان الشباك. الكره خارج ارضيه الملعب والكره في الزاويه. محاوله اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي الذي يقترب، الذي يقدم التعليمات للاعبات. هذه فرصه، وفي مناسبتين دخل الحارسه منال بن محمد. اتهام بوخامي كتلعب الكره في الجهه اليمنى. حتى الان المنتخب الوطني المغربي حضور جيد. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه للمنتخب الوطني المغربي، يعني البحث على الصوره. انا كذلك طعم هذا المنتخب. مشات كره طويله. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه التمرير في الجهه اليمنى عند غزلان الشباك. خدات الكره. هذه فرصه، امكانيه تسديده ارتطمت الكره باحد اللاعبات وتتحول للزاويه. كرة داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة مرات جانبا في الوقت اللي قلت بأنه في الوقت اللي أبرز غياب هو مريم حويج لعيبة قالت أصلا. هناك خطأ بالفعل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان واضح أمام اللاعبة إيمان سعود. تسعد الان للتنفيذ. فاطمه تاكناوت لعبت الكره مباشره. الفرصه،
الدخول. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي باي طريقه وباي جماليه. فاطمه تاغناو تتمكن من وضع الكره في الشباك. قلت نتمناو بانه هدف يجي في هذه الدقائق، واكيد الامنيه تحققت برجل فاطمه تاغناو بطريقه ممتازه من كره ثابته. هذه محاوله لفائده المنتخب التونسي، حذري من هذه الفرصه، تدخل ممتاز. زينب الرضواني دون ارتكاب الخطا تتدخل وتبعد الكره للزاويه. ذكر بانه هذه اول زاويه فاطمه تاغناو. لاحظوا السرعه ديال فاطمه تاغناو، اقتربت بسرعه للدفاع ولمناطق المنتخب التونسي. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه الدخول، امكانيه تسجيل هدف ثاني وتدخل منال بن محمد. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي كانت بواسطه لاعبه ابتسام الجريدي. كان تنتهي الجوله الاولى بتقدم المنتخب الوطني المغربي بالوضع الثاني. دائما 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. لعبت كره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه تدخل، امكانيه الوصول للكره وتدخل لابعاد. تقصير بلاعبات ديال المنتخب التونسي، محاوله الوصول لمعترك، الحكمات على خطا، من كان هناك لمسه يد حسب اشاره ديال الحكمه الكاميرونيه. يعني خطير المرمى المنتخب الوطني المغربي. لعبت الكره والهدف، هدف تعادل لفائده المنتخب التونسي، وهذا ولد كارت في مكان كان صعب على الكعباشي. تتمكن من تسجيل هدف تعادل لفائدة المنتخب التونسي، كيجي في حدود الدقيقة السادسة على بداية الجولة. الكرة في الوسط، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تبعد المحاولة، تمريرة ولكن ما كانش بشكل جيد. تبعد المحاولة، تسديدة ولكن بعيدة. تابعنا الفرصة بواسطة إيمان سعود. عند اللاعبة نانا النقاش، مشات الكرة في الجهة اليمنى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمرير داخل منطقة الجزاء عند اللاعبة غزلان الشباك. هذه فرصة هدف ثاني، غزلان الشباك تتمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف ثاني. تابعنا ثنائية، فرحة كبيرة للاعبات المنتخب الوطني المغربي وللعميدة غزلان الشباك التي تتمكن من تسجيل الهدف الثاني. اذا هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرحه كبيره. وتابعنا الثنائيه والطريقه باش جا بها الهدف. هدف تقريبا كيجي يعني دقيقتين فقط على هدف ديال المنتخب التونسي. تابعنا التمريره الممتازه من ابتسام الجريدي. هذا التفاهم، هذا الانسجام. لاحظوا هذه المترابطات بين الجريدي وغزلان الشباك، والختم بافضل طريقه من غزلان الشباك التي تتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده غزلان الشباك. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كان هناك خطأ على مستوى محاولة في الوقت اللي كان بإمكان يعني التمرير على أي مستوى الكرة للاعبة نهلة النقاش. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع، تعود من جديد لفائدة المنتخب الوطني المغربي عند حنان عيد الحاج. حنان لغزلان الشباك. هذه فرصة، تبعد المحاولة، إمكانية تسديد ولكن والحكم كان على الخطا. بالفعل خطا لفائده المنتخب وراء الكره. ننتظر التنفيذ. الكره كتصطدم بخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاغناو لعبت الكره دائريه، فرصه راسيه ولكن ما كانش بالشكل الجيد. تمر جانبا من مرمى منال بن محمد. فرصه للمنتخب الوطني المغربي. حنان عيد الحاج، فاطمه تاغناو لغزلان الشباك وتاغناو. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تسديده، تدخل تقريبا الكره يعني تقريبا لمسات منال بن محمد الكره، ولكن كانش هناك تدخل في الوقت اللي كيبان هناك اصابه. غزلان الشباك استرجاع الكره. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. غزلان الشباك انتظر المسانده. غزلان الشباك امكانيه التمرير في الجهه اليسرى. بالفعل كتمر الكره بعيده شيئا ما، بالفعل كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله على هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. غزلان الشباك انطلاق على مستوى الجهه اليمنى. غزلان الشباك شنو يعمل؟ غزلان الشباك امكانيه التمرير. غزلان الشباك تنتظر المسانده. غزلان الشباك هذه فرصه، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. دائما محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. الردواني مره اخرى عند غزلان الشباك. مشات كره في الجهه اليمنى. ايمان سعود غتنتظر حنان عيد الحاج. فرصه، تدخل الدفاع دائما، المحاوله الحارسه منال بن محمد والحكمات تعلن الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. يعني تابعنا محاولتين يعني جادتين للتسجيل المغربي. زينب الرضواني شنو تعمل؟ زينب الرضواني امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء. فرصه، تدخل الدفاع وابعاد الكره. يعني محاولة
هذه انطلاقه ديال ايمان سعود. ايمان ربحت على غزلان الشباك داخل منطقه جزاء خروج الحارسه. هذه محاوله امكانيه التمرير. ايمان سعود في القائم الثاني. سهام تسعي لتنفيذ هذا الخطا. بوخميت لعبت الكره داخل البحث توصل داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه غزلان الشباك. الشباك شويه يتمل غزلان الشباك داخل منطقه الجزاء. غزلان الشباك محاوله المراوغه. الكره تطمت بالمدافعه. اعتقد انه المطالبه بالزاويه في الوقت اللي الحكم المساعده فعنت على ضربه مرمى. اذا نهايه المباراه.